مرحبا بكم جميعا، معكم صيدلانية جنان من كندا. اليوم راح نحكي عن حبوب جلوكونورم، الاسم العلمي ريباجلينيد. يستعمل جلوكونورم لعلاج سكر نوع 2، وممكن يستعمل لوحده كعلاج للسكر أو السكري، أو ممكن مع حبوب ميتفورمين أو ما يسمى المساعد، أو مع حبوب الأفندية. كيف يعمل الجلوكونورم؟ يزيد إفراز الأنسولين بالجسم. الأنسولين ضروري ليخلص الجسم من السكر الزائد بالدم. حبوب جلوكونورم مع الأكل الصحي والرياضة والامتناع عن التدخين يحافظ على مستوى السكر طبيعي بالدم بين 73 إلى 124 قبل الفطور، ولحد 160 ساعتين بعد الأكل. مستوى السكر طبيعي يمنع تلف العين، الأعصاب، الكلية والقلب. جلوكونورم أيضا ممكن نستعمله كبديل لبعض أدوية السكر إذا عندك حساسية منها، مثل الدواء الأماريل، داونيل، دايمايكرون أو ما شابه. جلوكونورم يستعمل كبديل لهذه الأدوية إذا كانت تسبب لك هبوط متكرر للسكر. جلوكونورم أقل تشانس إنه يسبب هبوط السكر. جلوكونورم لا يناسب مرضى سكر نوع 1، لا يناسب اللي عندهم تلف بالكبد، لا يناسب الحوامل والمرضع، ولا يناسب أطفال دون سن 18. طريقة الاستعمال: حبوب جلوكونورم حبة مع كل وجبة أو مباشرة قبل الوجبة، وأخر بلع الحبة إذا أخرت الوجبة لمنع هبوط السكر. توجد منه عدة تراكيز، والجرعة الطبيب يحددها حسب شدة مرض السكر. أهم الأعراض الجانبية: قد يسبب هبوط السكر. أعراض هبوط السكر للتذكير: جوع، قلق، تعرق، رشفة، كما موضح بالصورة. وهذا الجدول يوضح كيف تعالج هبوط السكر وكمية السكر اللي تحتاجها للتخلص من هبوط السكر. اسأل دائما الصيدلي عن التداخلات الدوائية، وكذلك التداخلات الدوائية مع الجلوكونورم. وأشكركم، الصيدلانية جنان.